السلام عليكم متتابعين قناة نعيمة أم ذكرى. اليوم جيت وجدت لكم واحد الوصفة تقليدية ديال هاد البرد، البلبولة باللحم ديال راس ديال البقري. اولا كناخذ اللحم ديال الراس كنسلقوه في الماء والملح باش نحيدو منه العظيمات، نزولوهم بحال هكا يبقاو عندنا غير الحيمات هكا. انا فضلت ناخذ طرف نخليه صاين، نحيد ليه العظومه ديالو ويتنقى مزيان. غادي نقسموه على جوج بحال هاك. بعد ما قسمناه على جوج طروفه كنقي ونحيدو هاد الجلده ديالو هكا كلها تحيد بحال هاك، يتنقى مزيان. كاع الجلده الفوقانيه كتحيد، كتبقى عندنا غير الهضره بحال هكا، ماشي طيب، غير المهم يتفك منه العظام. كنديروه في البرمه، كنزيدو عليه جوج مطيشات، كنقطعوهم هك بغيت ندير معكم في التفصيل باش تشوفوا قياس ديال المطيشه اللي غادا تكون. مطيشه قطعيها غير عشوائي، ماشي مشكل تكون رقيقه او غليظه، حيت غادا تذوب. ملي كمل لينا اللحم طياب غادا تذوب معنا مطيشه. كتحيد كاع الجلده، واخا راه مشوط ومغسول مزيان مقاد، المهم كنحيدو هاد الجلده، انا ما كتعجبنيش تبقى فيه. خليته تبرد شويه عاد رجعت معاكم، حيت كان سخون ما غاديش نقدر نصاوبو هكاك. علاش خليته في التفصيل وبغيت نزيد، علاش خليته في التفصيل ما درتوش في البرمه؟ خصني نقيه بحال هكا قدامكم وتشوفوه منقي. دابا هاد الجلده كلها كتحيد، كتبقى اللحمه نقيه زوينه، مسلوق في الماء والملح. كنزيدو عليه البصله، البصله حتى هي كتقطعها غير غلاظه عشوائيه. انا كنفضل في هذه ندخل البصله ومطيشه من الاول. القياس ديال البصله وديال المطيشه كنديرو في الاول. غادي ناخذ هذا نديرو في البرمه ونرجع نوريكم باقي المقادير. باش غادي نصاحبوا هاد الكسكسو. بعد ما درنا اللحم في البرمه ديالنا كناخذوا داك البلول نصفيوه على قبل لا كاين شي عظام ولا شي حاجه ما دارش لينا. بعد ما درنا اللحم ديال الراس في البرمه، درنا عليه الملحه، البزار، زيت العود، الخرقوم، خليناه كيطيب. وها الخضره اللي غادي نصاحبوا لهاد الكسكسو. عندنا كيلو ديال الخيزو، نص كيلو ديال القرعه خضراء، نص كيلو ديال القرعه حمراء، نص كيلو ديال اللفت. خليت مطيشه باش نزيدها مع الخضره والربيع. وعندي الفول مكونجلي، قياس زلافه صغيره اللي غادي ندير معاه. وها نتوما معايا من نبغي ندير البلبوله غادي تشوفوها شنو الطريقه اللي غادي ندير ليها. كما قلت لكم الكسكسو اللي غادي نفورو اليوم ديال البلبوله، بغيت نجرب معكم هاد التجربه. اللحم ديال اللحم راه منصوب كيطيب، البلبوله ها هي، الشعير بلدي هانتوما كي كتشوفوا راه الحبات ديالو غليظه. كاينين بزاف ديال البنات دابا اللي يلاه مزوجات ما كيعرفوش يصاوبوا البلبوله، بغينا نعطيهم هاد الفكره. ومع حنا كنا بلديين والتقاليد وكيتشهاها، ضروري خصها تشوفها وتعلم. هانا هالبلبوله غادي نغسلها دابا، نعمر عليها الماء. هانتوما ملي درنا عليها الماء شفتوا الطريقه. انا بغيت نصاوب لكم داكشي بتفسير الممل. ها كتغسلي البلبوله بحال هكا،
كيحيد من هذيك الغبره ديال الدقيق، كيحيدوا منها هاد الكرات الكحلين. ضروري الشعير كيكون فيه هاد النقاع هاد الكحلين. هادوك راه غير ديال الشعير. ها تغسليها 3 الغسلات بحال هكا، تعود الماء ديالها ابيض. ها وتصفيها، ما تخافيش منها، راه ما كترغدين ما تلصق ما والو، ولو تكون رقيقه او غليظه غير زعمي. ها الماء الاول، هانتوما شوفوا كي كاين موسخ. بعد ما غسلنا البلبوله ديالنا وسقطرناها هي ناشفه، كنديروا ليها الزيت. انا في هذه المرحله كنفضل الزيت العاديه، تقريبا بحال مغرفه. كنخليوها حتى كتشرب داك الماء مزيان. ها ملي كتشرب الماء مزيان هانتوما معانا. عاد كنديروها في الكسكاس. المرمط ديال اللحم ديال الراس مني سلقناه، راكم شفتوا كاع المراحل اللي داز منها كي درنا ليه. سلق نص سلقه عاد درناه. دابا غادي نخليوها حتى طيب مزيان، نخليوها تقريبا شي ساعه، حيت الشعير خصو يكون طيب. مني فارت لينا البلبوله الفوره الاولى، ها هي ساعه وهي فوق في الكسكاس فوق البرمه. هانتوما شتا كي كانت قبيله. شوفوا دابا مدير الماء اللي غسلناها به، حنا بغيناها تجي طايبه، ما بغيناهاش نشبعوها ماء. دابا ضروري اللي ما حضر شيشه ديال الماء عاد ردوها ثاني تكمل طيابها، حيت هذه البلبوله الغليظه. الا كانت البلبوله ديك الرقيقه بلا ما كترشيها، كترديها غير فوق البوطه تفكيها بحال هكا. تهينا معكم هاد الاكله اليوم. كاينين المعلميه وتشهاوها لينا، بغينا نصوروها لكم مع هاد الجو بارد. ما تقويش ليها الماء، خصها طيب، ما خصناش واحد الرشه. راه سخونه البنات، الا بغيتو تجربوها حاولوا تحركوا لالوش ولا عشاق ولا باي حاجه عندكم تحركوا بها باش ما تحرقوش. صافي دابا نخليها تبرد شويه ونمشيو نرميو الخضره ديالنا اللي شفتو. غادي نرمي اللفت، خيزو، مطيشه، الفول، نقرعه، نخليوها حتى الفوره الاخرى.
بعد ما طارت لينا البلبوله هانتوما وفركت مزيان ورطابت، غادي نعاودو ليها الفوره الثاني. بسم الله ما شاء الله. غنديرو ليها الملح هانتوما معانا، غادي نعاودو نسقيوها شويه بالماء. كاينه البلبوله هذه ديال شعير بلديه، وكاينه البلبوله الاخرى ثاني راه كتكون بيضه ما كتكونش بحال هكا حمراء. كنبقاو كنبردو فيها، عاد ردوها للكسكاس، طفوا الفوره اخرى حتى طيب. راه تقريبا كنخليوها ساعه، راه كنعطيوها العافيه، ما بغيناش حنا نعطيوها الماء. الا عطيتيها الماء راه كتقبل ولكن ما كتكونش طيبه بحال هكا. ملي كتعطيها العافيه كتجي طيبه. بعد ما شربت لينا الماء اللي زدناها، نتركها حتى ما معجنه ما والو. غادي نردوها ثاني للبرمه. قبلوا علينا. هذا ما درناش خيزو. يلا درتو متابعينا، مني سقيت وفرقت داك الرزيق اللي عطا الله، هانتوما كيشتو، وكنتمنى تشاركوني فيه وجربوه. كسكسو بلدي تقليدي، البلبوله بالحمر راس. عينا هاد الكسيكسو ديال الشتا ديال اليوم، ما كاينش الشتا البرد، داكشي علاش التهينه هادي شهيه طيبه وبصحتكم. وما تنساوش ابوني جيم بارطاج، وداك الصبيع عافاكم، والجمعه مباركه علينا وعليكم، والله يدخل لينا، الله يبلغنا رمضان حنا وانتوما وجميع المسلمين.